تقول صاحبة القصة: أنا بنت عمري الآن 25 سنة. تبدأ قصتي من وأنا صغيرة مع أم وأب ما عندهم أي عواطف اتجاه أبنائهم. أمي وأبويا كبار بالسن ومعقدين جدا، أنا أصغر بنت عندهم وباقي أخواتي متزوجات. أبويا كان عنده خير وغني مرة، كان عنده غنم وحلال وجمال وبقر، كان غني لدرجة كبيرة. في مرة وأنا صغيرة أذكر أولاد خوالي لما رحت لهم قالوا: ليش تلبسين كذا؟ أبوك عنده مليون. وأقول لهم بكل براءة الأرض: إيش يعني مليون؟ للعلم أبويا جدا 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 بخيل، وأبسط الأشياء بخيل فيها. كل شهر كان أكلنا عبارة عن عدس طماطم طول الشهر، هذا غدانا هذا عشانا. الشيء هذا روتيني، ما في تغيير لو نموت. ما يذبح للبيت ذبيحة واحدة. لما يجي عيد الأضحى كان يذبح للبيت أكبر غنمة أو الغنمة اللي تكون كبيرة في السن خلاص. طبعا ما كنا نعرف مطاعم، مستحيل أطلب شيء من مطعم، ما في. وبصراحة أنا ما كنت أعرف إن في شيء زي كذا لأني ما أطلع أبدا. وقتها كان عمري 10 سنوات. كانوا أهلي يحطوني عند الغنم أرعاهم أأكلهم وأشوف أمورهم كاملة. كنت أنظف تحتهم الله يكرمكم كل يوم صباح على نفس المنوال الساعة 5-6 الفجر. لازم أروح عند الغنم وأسوي هذه كاملة، وأنضرب لو أجلتها ساعة واحدة. وأحيانا يكون مطر وبرد ديني ترجف من البرد. أهلي ما يرحموني وأنا جالسة تحت الغنم، كنس تحتها وأكلها. وغير إذا في غنمة تبغى تولد، هذه كارثة. ما أنام الليل وأنا جالسة عندها عشان تولد، وعادة ما يولدون بالشتاء وفي عز البرد. في مرة كنت أنتظر غنمة تولد، تعب. وقتها كان عمري 14 سنة واكتملت أنوثتي، وكان ظهري يعورني. كنت أبكي من الوجع وما أقدر أرجع البيت. كنت أخاف إن أمي تضربني لو شكيت لها أن ظهري يعورني. ضيت ظهري على رزمة كذا من القش ونمت. وأحلم وأنا نايمة إن أبويا جاء ومسكني وشافني نايمة، وخاف أفز وأصحى وعيوني تغمض وأرجع أفتحها. يعني حسيت بكمية التعب اللي وقتها كنت فيها. وجلست على هذه الحالة للفجر، وأخيرا قررت الغنم أنها تولد. وأخيرا طبعا أنا كنت أولدها وأساعدها وأسحب ولدها وأحط لها أكل وأدفيها. كنت أحبهم، أحسهم قطعة مني. كانوا يحبوني ويعرفوني. كانوا الجمال وأنا جاية عندهم يوقفون يطالعون فيني. كانوا يعرفون صوت جزمتي الله يكرمكم اللي هو أصلا بالأساس حتى مولية. نرجع للقصة. بعد ما ولدت الغنمة وخلاص صار الصباح، فوق هذا التعب كله كنست الحظيرة كاملة، كلت كل الحلال اللي هو الغنم والبقر والدجاج يعني أجمعها بهذه الكلمة الحلال. وأرجع للبيت أعزل وأنظف وأسوي الأكل، أسوي كل شيء من تنظيف وتعزيل وأعمال تخص أمي أنا اللي كنت أسويها، ويحسسوني أني أنا مجبورة أسويها. كنت كل يوم في آخر اليوم أنام كأني جثة من كثر التعب اللي أمر فيه خلال اليوم، غير نفسيتي المدمرة وثقتي اللي ما لها وجود وخاطري المكسور. ما أقدر أحط عيني بعين أمي وأبويا. ما كنت أحس أنهم أهلي ويحبوني. ما كان عندي جوال، كان عندي ولا شيء، حتى أبسط الأشياء ما كانوا يشتروا لي إياها. كانوا أخواتي المتزوجات كل 4 شهور وأحيانا كل 6 شهور يجون ويجيبوا لي معاهم أغراض أنا أحتاجها. طبعا كل أخواتي تزوج بعمر 13 إلى 15 سنة. وكنت أسمع أختي تقول: زوجي أخذني على المول، قلت لي فستان للعيد يجنن. فرحت عند أبويا وطلبته فستان للعيد. كان أول مرة أطلب شيء في حياتي. كنت أقول لنفسي أكيد راح يجيب لي لأني أسوي عنهم كل شيء. كانوا جالسين أمي وأبوي يتكلمون، ولما تكلمت سكتوا. قلت لأبوي: أبغى فستان للعيد. قال: إيش؟ قلت: أبغى فستان للعيد. ناظروا ببعض نظرة أعرفها، وأمي على طول قالت: أنتي لازم تتربين، من فين جبتي هذا الكلام؟ وأبوي عصب وقام كسر وقلب صينية الأكل اللي قدامه وضرب فيني ضرب، وانحرمت من العشاء 4 أيام. والمشكلة أنا اللي كنت أطبخ العشاء. وقتها كنت أحس بأني أنا قلت شيء عيب أو حرام أو أني سويت شيء كبير. ما كنت أدري والله. بالحقيقة البخل اللي فيهم ما كان طبيعي. ما أعرف، حسوني أني قلت شيء كبير وحسيتهم هم اللي صح. وجاء العيد، وكان أول عيد خالاتي يجون عندنا بعد سنين، بحكم أن هم في مدينة وإحنا في مدينة، وبيننا ساعات. ما كنت أشوفهم، ما كنت أروح مع أمي. من عمري 9 سنين ما قد شفتهم. كنت متحمسة أشوفهم لأني ببساطة ما أعرف شيء عنهم. طبعا أنا ما كنت أعرف شيء عن الكشخة وكيف أضبط نفسي وألبس، هذا كان ممنوع.
طبعا كنت وقتها أرتب البيت وأسوي الأكل، ويوم جو استقبلتهم بملابسي وأهلي ما يدرون. كانت حتى ريحتها مو حلوة من بعد الغنم والطبخ والبصل ومدري وشو. حالتي حالة. يوم جو أبوي نزل عليه الكرم، قام يذبح ذبايح وأنا طبعا اللي أطبخها. تهم بالحوش وأشوف بنات خالاتي الفساتين، كعب، الأساور، العطور، الروج، المناكير. كنت مصدومة، أحسهم مسوين شي عيب، لدرجة أنهم لما سلمت عليهم كانوا متقرفين مني وسألوني أنت فلانة بنظرة كذا من فوق لتحت. قلت لهم إيوة. صاروا يطالعون في بعض من الصدمة، مصدومين من حالتي، وأنا كنت أشوف إن أنا ما فيني شيء. دخلوا وأنا جلست كذا واقفة، لفيت وجهي وطالع اللي بوجهي رجال طول عرض ما شاء الله، دقن يعني حلاوة، ناظرني وينزل من سيارته أكياس ضيافة ويبتسم لي. أنا خفت وحطيت رجلي وحسيت بشعور لأني ببساطة أول مرة أشوف رجال بعد سنين، وركضت على المطبخ وخفت إن أحد يشوفني. وقتها جوني أمي وأبويا يركضون، قلت بس عرفوا إن هذا الرجال شافني، حاصروني وقالوا اسمعي لا تطلعين من باب المطبخ، خليك هنا، ويهددون خايفين إن خوالي يشوفوني. ما دروا إيش صار قبل شوية، ما علينا. وفعلا لو طلعتي بتموتين. قلت ليش أبتكي مع بنات خالاتي؟ دفني أبويا على الجدار. قال اسمعي طلعتي ما بيحصل لك طيب، وبنات خالاتك مو محترمات، قليلات أدب وغلط ويسوون شي حرام وعيب. حسيت اني اقتنعت بكلامهم، وبالحقيقة سويت نفسي مقتنعة، وكنت اشوفهم من ورا الباب. كان ابويا يمدح ببنات خالاتي ويقول لهم ابيات شعر عن جمالهم وانوثتهم، ويقول لهم كلام حلو، وعيوني تدمع. كنت أقول يا ليت يدلعني كذا. كنت أبكي ومصدومة، وكانوا يقولون فين فلانة اللي هي أنا، يقولون نادوها بنشوفها. فتعذروا أهلي إني أنا قاعدة أدرس. أيوة كذب عليهم، أنا ما أعرف أمسك كتاب. حتى ما كانوا يخلوني أدرس، دراستي ما كملتها. طبعا بحكم أنهم شافوا بيتنا صغير وضيق ما حبوا أنهم يثقلون علينا، وراحوا استأجروا. راحوا الضيوف وجاء وقت التنظيف والشغل، نظفت كل شيء وجتني بكية، وطلعت ركض للحظيرة عشان أبكي. ركضت جلست وبكيت بكيت على نفسي وكيف شفت البنات اليوم وكذا أشياء وتراكمات. عمري ما بكيت نفس البكاء اللي بهذا اليوم. وأنا أبكي حسيت بشخص لمس كتفي، فكرت أبويا، لفيت وجهي طلع هذاك الولد الحلو. خفت وصرت أرجف ودفيته ومسكت بيدي عصا، قلت والله لو تقرب مني. قال والله ما أذيك. إيش فيك؟ كان متوتر وخايف وقال لي ليش كنتي تركضين؟ حسبت في شيء صاير. طبعا طلع انه هو وابوه لسه مع ابويا في المجلس. قال لي تكفين ايش فيك؟ قلت له مين انت؟ قال لي انا فلان، ولد فلان. عرفت انه ولد خالتي. قمت بسرعة وهربت على البيت، رحت نمت. ومرت الاشهر على نفس الموال، ضرب، اهانات، شغل ومعاملة زفت. وكانوا لسه خالاتي بنفس منطقتنا وما رجعوا لمدينتهم. وفي يوم جت امي طالع فيني بنظرة اشمئزاز، وأنا أشوفها أنها نظرة طبيعية جدا، وتتصل على خالتي وتقول إيوة موافقين، تعالوا العصر، وتقفل وتقول لي اسمعي ترى فلان خطبك وأنا وأبوك موافقين، خلاص صرت 17 سنة، ولا بنت من بناتي وصلت لهذا العمر من غير زواج، واحمد ربك إن في أحد خطبك. بنفس اليوم جت أختي ورحت أخذت شاور وعدتني ملابسها اللي هي لابستها، تبتني ورتبت شعري، وجو أمي وأبويا وشافوني وخفت أحسبهم بخاصموني. قال لي أبويا بنتي الحلوة، بس قال لي الكلمة لا إراديا صرت أبكي، ما أعرف من الصدمة من الخوف ما أدري. طلعت وشفت وراه خالاتي والضيوف وعرفت ليش قال لي هذه الكلمة. جلسنا وقالت خالتي ولدي يبغى يشوفها نظرة شرعية. قالت أمي لا ما عندنا شافات، يكفي إنك شفتيها. طبعا زي ما قلت لكم اللي خطبني هو الشخص نفسه اللي أنا شفته أكثر من مرة. تزوجنا. أمي وأبويا رفضوا يلبسوني فستان زواج، وما أحكي لكم عن العوض اللي ربي عوضني فيه. عشت أجمل أيام حياتي، كنت أدور عن الحنان والطيبة، كنت أشوفه يهتم لي ويحبني وما يجي البيت اللي بيده شي لي. حبيته وعشقته، كان يخاف علي وما يخليني أشيل شيء. جاب لي عاملة عشان تساعدني، خلاني أكمل دراستي، تخرجت من الثانوي بمعدل عالي، كان السند لي وكل شيء من بعد الله. تحب نفسي، كان يقول خليك واثقة من نفسك. سافرنا على 4 دول، صرت شخص ثاني. عرض علي أني أكمل جامعة بس أنا رفضت لأن ماديا مرتاحين وحس لي ما أبغى وما فيني. قضيناها سفرات، وبعد 4 سنين وأجمل سنين حياتي حملت توأم ولد وبنت، وفرحنا فيهم مرة. وفي عقيقتهم جو أمي وأبويا كانوا يشوفوني إني صرت إنسانة ثانية، واثقة من نفسها، ما أخاف، أضحك وأتمشى وألبس أجمل شيء، والندم واضح عليهم. غير كذا كبروا كثير. لحظة نسيت قسوتهم علي،
وشفقت عليهم، كانوا مثل الأطفال يبتسمون لي ويباركون لنا. أنا من تزوجت ما رحت لهم غير مرتين وما كنت أفكر أروح لهم. جلست معاهم كانوا مرة طيبين، ما أدري إيش اللي غيرهم، صاروا عايشين لوحدهم. الحلال مات من قلة الاهتمام، وبعد ما تزوجت الجمال سوت حداد، يحسبوني مت وقاموا ما يأكلون، وماتوا بعد سنة من زواجي. أنا صرت قوية وحرة وواثقة من نفسي وأحب نفسي، وكل شيء يرجع لزوجي. وما أحكي لكم عن حنية خالتي وأخواته، ما حبيت إني أنساهم. حابة أوصل رسالة لزوجي بحكم إنه وافق إني أنشر قصتنا مع الأسماء. محمد أبو خالد، زوجي وحياتي وكل شيء بدنيتي، دمت لي شيئا جميلا لا ينتهي، وإني أراك بعين قلبي. لا لحظة جبت لي دقيقة. وإني أراك بعين قلبي جنة، يا من إيش يا من بك مر الحياة يطيب. الله الله، إيه الكلام الحلو ده، وش ذا الحركات هذه الحلوة والرسائل الغرامية. والله صايرة أنا مرسال الغرام والله. ايش الحركات الحلوة هذه؟ ها شوفوا هذه قصة زواج حلوة، هيا والله انهم كيوت مرة صح. الله يخليكم لبعض، وكملي جامعة لما تكملين، كملي الشهادة حلوة يا ماما. بالنسبة لأهلك الله يسامحهم، الواحد شي يقول الله يسامحهم، ما أعرف ليه كذا، صدقيني إنهم ندموا ندم. على العموم الله يخلي لك زوجك والتوأم الحلوين، وتبي نصيحتي كملي جامعة. وبس لهنا يكون وصلنا نهاية فيديو اليوم. إذا عجبكم المقطع لا تنسون تضغطون على زر اللايك، تشتركون في القناة. مواقع التواصل حقتي تحت في الديسكريبشن. كان معاكم رون، سلام.